بعد يوم واحد فقط من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2796 الذي جدد دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، شهدت الجزائر تحركاً مفاجئاً من نوع آخر. طائرة جزائرية أقلعت من تندوف تحمل ملفات ووثائق حساسة تعود لجبهة البوليساريو، متجهة نحو ثكنة عسكرية قرب العاصمة الجزائرية وسط تكتم تام وإجراءات أمنية مشددة. تحليلات دولية ربطت العملية مباشرة بقرار الأمم المتحدة، واعتبرتها محاولة من الجزائر لحماية أرشيف قد يكشف عن أسرار حساسة أو لإعادة ترتيب أوراق الجبهة بعد تراجع موقفها الدولي. لكن السؤال يبقى: هل كانت خطوة أمنية بحتة أم بداية تحول في موقف الجزائر من ملف الصحراء؟